في ستات كتير بتربي ولادها على دمها، بتحرم نفسها عشان يكبروا، لكن لما بيكبروا بينسوا إن ليهم أم. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة حصلت فعلا في بيت مصري، ولما تسمعوا نهايتها هتراجعوا نفسكم مع أمهاتكم قبل ما الوقت يفوت. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص. أهلا بكم يا أحبابي في حلقة جديدة من حكايات البيوت. أنا نرمين خالد، وزي ما وعدتكم كل حلقة هجيب لكم قصة حقيقية من بيوتنا، قصص فيها عبرة، فيها درس، فيها حاجة تخلينا نوقف مع نفسنا. القصة دي بعتتها لي سيدة من محافظة الشرقية، طلبت إني أغير الأسامي وأنا هحترم طلبها. خلونا نسميها أم محمود. أم محمود ست في الستينات من عمرها، اتجوزت وهي عندها 18 سنة، وجابت 4 عيال، 3 بنات وولد واحد اسمه محمود. محمود ده كان قرة عينها بعد ما جوزها مات وهو عنده 7 سنين. الست دي اشتغلت في البيوت، خدمت الناس، غسلت، كوت، مسحت عشان تعلم ولادها. كانت بتقول لجارتها جملة واحدة دايما: أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير إن محمود يكبر ويبقى راجل. ومحمود فعلا كبر، خلص كلية تجارة ويشتغل في شركة كبيرة ومرتبه بقى كويس. محمود اتجوز ومراته كانت من بيت مستور، بس كان عندها مشكلة واحدة، ما بتحبش الحماة. في الأول أم محمود كانت ساكنة معاهم في نفس الشقة، عشان محمود قالها: يا أمي أنا مش هسيبك لوحدك. بس مع الوقت المرات بدأت تتضايق، كل يوم تفتعل مشكلة. أمك بتتكلم عليا، أمك بتوحش العيال مني، يا أنا يا هي في البيت ده. ومحمود اللي أمه ضحت بعمرها عشانه وقف في صف مراته. يوما من الأيام وأم محمود قاعدة بتلعب مع حفيدها، محمود دخل عليها الأوضة وقالها جملة كسرت قلبها: يا أمي أنا لقيت لك أوضة في دار مسنين كويسة، هتبقي مرتاحة هناك وأنا هزورك كل أسبوع. الست ما ردتش، بصت له بصة، جمعت هدومها في شنطة ومشيت. أم محمود ما دخلتش دار مسنين، راحت عند بنتها الصغيرة اللي كانت ساكنة في قرية بعيدة. البنت استقبلتها بالأحضان وقالت لها: يا أمي بيتي بيتك لآخر يوم في عمرك. عدت سنة، محمود ما سألش ولا اتصل ولا بعت جنيه واحد. مراته قالت له: مامتك بتتكلم عليك في كل البلد. وهو صدق. وفي يوم محمود صحي الصبح لقى مراته واخدت العيال ومشيت، سابت له ورقة مكتوب فيها: اللي يعمل في أمه كده هيعمل فيها أسوأ. أنا مش قادرة أعيش مع راجل ما عندوش قلب. محمود قعد على الأرض يعيط لأول مرة في حياته، حس إنه لوحده. محمود ركب العربية وراح للقرية يدور على أمه. وصل بيت أخته، دق الباب، أخته فتحت له وقالت له جملة واحدة: اتأخرت يا محمود، ماما ماتت من 3 شهور. وآخر كلمة قالتها كانت اسمك. محمود وقع على الأرض، راح مقبرة أمه، قعد يعيط لحد ما الفجر أذن. من يومها محمود بيصلي في المسجد اللي قدام القبر، وبيقرأ قرآن لأمه كل يوم، وبيتصدق باسمها. بس الحاجة اللي مش هترجع تاني هي حضن أمه ودعوة أمه ليه وهي راضية. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربنا حط بر الوالدين بعد عبادته هو. يعني إيه؟ يعني البر ده عبادة، والعقوق مش بس ذنب، ده عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. لو أمك لسه عايشة قوم دلوقتي بوس إيدها واطلب منها ترضى عنك، ولو ربنا اختارها ادعي لها، اتصدق عنها، اقرأ قرآن باسمها، لأن الجنة تحت أقدامها. يا ترى إيه رأيك في قصة محمود؟ سيب لي كومنت وقول لي، هل تعرف حد عمل في أمه كده؟ ولا عندك قصة تانية تحب تحكيها لنا؟ ابعتها لي على الإيميل اللي في الوصف
وأنا هحكيها في حلقة جاية بدون أسامي. ولو القصة لمستك اعمل لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل حلقة جديدة. وفكر معايا في سؤال النهاردة، لو كنت مكان محمود كنت عملت إيه؟ أستودعكم الله، وأشوفكم في حلقة جديدة مع قصة جديدة من حكايات البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص.